السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي وأصدقائي، أصدقاء القناة المتواضعة المزرعة السعيدة، محبي الماعز، أهلا وسهلا بكم. أتمنى يا رب تكونوا بصحة وعافية. اليوم عندي موضوع اللي هو تابع لتركيبة الضرع ونفهموا المربيين في الضرع. الضرع هو في الأغنام أو في الأبقار أو في الماعز نفس الشيء. الضرع مدير للحليب. قلنا مثلا هذا العنز عندك، هذا خزان، أنا الآن نتلمس هذا خزان، وهذا في الأعلى نسيج عنقودي. شوف، قلنا عملية الحلب تكون بهذه الطريقة. نضع السبابة الإبهام هنا، نقطع جزء من الخزان، يا حبذا لو يكون الحلمة قليل فقط معها. نقوم بفتح الضرع هكذا، نقوم بعملية الحلب. أنا راني مانيش لا أريد أن أريكم طريقة الحلب الميكانيكي، أنا أقوم بالحلب عن طريق الحلابة، لكن أريد أن أفهمكم في شيء ما اللي هو بقاء الحليب في النسيج العنقودي. الآن راني أفرغت الخزان. شوف، الخزان فارغ تماما. هناك حليب في النسيج العنقودي تحتفظ به الأم، لا تعطيه إلا للصغير أو للمربي إذا حست معه بالأمان، أو لصوت الحلابة الذي هي معتادة عليه. شوف، نعمل مساج للنسيج العنقودي وراح تلاحظوا الفرق. مش معتاد على اليد. الآن هاو الحليب اللي نزل من النسيج العنقودي، ومازال فيه نوعا ما قليل من الحليب. شفت هذه الخلايا اللي في النسيج العنقودي اللي تكلمت عليها أنا، قلت يمر حولها الدم، تمتص منه الحليب، يتجمع فيها ثم تنفجر، ينزل الحليب للخزان. أيها الإخوة، هذه الخلايا تتوقف لما ينزل الحليب نوعا ما قليلا إلى الخزان، ما عندهاش صغير ومش معتادة على الحلب أو شيء من هذا، تحتفظ بنوع من الحليب داخل، كمية من الحليب لا بأس بها، تقريبا 1/4 من كمية كل الحليب داخل النسيج العنقودي. معناته كل ما تكمل عملية الحلب في الخزان تلمس النسيج العنقودي. إذا وجدت الملمس نتاعو ليس أملس وكأنه متكتل، أعمل له شوية مساج، ضربات خفيفة على النسيج العنقودي مثل ما يفعل الصغير. راح ينزل الحليب، وتنتظر شوية راح ينزل لك الحليب للخزان. إذا شعرت العنزة بالخوف لن ينزل، إذا كان عندها صغير وغريزة الأمومة لن ينزل. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.